أهلا بيكم في الجزء التاني من سلسلة الكروشيه من الأول خالص. في الفيديو الأول اتعلمنا ازاي نمسك الإبرة وازاي نعمل أول سلسلة في البداية خالص. في الفيديو ده هنعرف أنواع الخيوط وأنواع الإبر وكمان ازاي اختار الإبرة المناسبة للخيط بتاعي وكل الأدوات اللي هحتاجها علشان أبدأ الكروشيه على طول. يلا بينا نبدأ. ليه مهم ان انا اتعلم ازاي احدد الابره المناسبه للخيط؟ علشان المشكله دي، شايفين الفراغات؟ انت لما بتشوفي فيديو مثلا على يوتيوب او على اي مكان بتلاقي الغرز منسقه وجميله وما فيهاش فراغات. ممكن لما تيجي تنفذيها يحصل معاكي المشكله دي. السبب هنا ان انا ما حددتش الابره الصح للخيط. الخيط ده رفيع وانا اشتغلته بابره 5، عشان كده سبب لي المشكله الكبيره دي. اول حاجه، اول خيط عايزه اوريها لكم هو الخيط تشانكي، بيكون كبير شويه. ده مش كبير قوي، في اكبر منه بس ده اللي موجود عندي دلوقتي. بصوا كبير ازاي، بيكون حلو في ايه بقى؟ لو احنا حابين نعمل كوفيه ما تاخدش معانا وقت او اي حاجه سريعه، فده مناسب قوي للحاجات السريعه. كمان الخيط اللي هو اكتر حاجه هتلاقوها موجوده هو الخيط الكلاسيك او الصوف اللي هو مقاسه مش كبير قوي مش رفيع قوي، يعني متوسط كده في النص. بصوا الفرق ما بينهم. طبعا الفرق واضح ما بين الفتلتين، كل واحدة فيهم واضح ان الرصاصي ارفع شوية والاصفر تخينة خالص. طيب في انواع تانية من الصوف، طبعا في خيط تاني اللي هو اليزا بيبي او بيكون رفيع خالص. غير طبعا الخيوط التانية بنعمل بيه ايه؟ ممكن نعمل بيه اي حاجة، نفس اللي هنعمله، نعمل منه كوفية، نعمل منه تي شيرت، اي حاجة تعجبك. بس انا بحب الخيوط الرفيعة لانها بتدي فينش احلى. بص رفعها عامل ازاي. طبعا كل واحد من دول او كل نوع خيط من دول هنستخدم له ابرة مختلفة. في طبعا ابر هتمشي مع ده وده، بس مش كل، ما ينفعش ابرة واحدة تمشي مع كل الخيوط. تمام، بصوا الفرق في السمك ما بينهم هما التلاتة. طيب الإبرة دي اللي هي رقم 5 ألمونيوم ممكن تمشي مع الخيط اللي هو الكلاسيك العادي ومع كمان الخيط الكبير. أقدر أستخدم إبرة رقم 4 برضو للكلاسيك العادي وللبيبي اللي هو رفيع. تمام، مش بتعمل فراغات وبالعكس بتخلي الخيط شوية هادي، يعني شوية مفرود. الإبرة رقم 3 تنفع خالص مع البيبي، بس مع الخيط المتوسط ما بتبقاش حلو. 5 بتنفع مع الكبير ومع الصغير زي ما قلت لكم. 6 كمان تنفع مع الخيط الكبير. تمام، بصوا شايفين ده شكل الإبر، ده شكلها، وزي ما اتفقنا كل واحدة بنشتغل مع ايه. تعالوا كمان نتكلم على الخيط الرفيع. طيب في حاجة الأول، ازاي احدد الإبرة؟ ما هو مش كل مرة هقعد أقيس. بصوا لو قلبتوا الخيط هتلاقوا على الكتابة بتاعته من ورا في مقاس رقم الإبرة الكروشيه والإبرة التريكو. يعني احنا هنا معانا من 1 ل3، براحتنا نستخدم الاتنين التلات إبر دول اللي نحس منهم ان هم مريحين. الخيط ده انا بحب قوي معاه إبرة 2، هي الإبرة دي ألومنيوم برضو رفيعة، بس بابا عامل لي عليها الجزء ده عشان اقدر امسكها كويس. فدي طبعًا مقاس 2 وموجودة في كل مكان. دي حلوة أوي، أوي مع الخيوط الرفيّعة اللي هي القطن، بس طبعًا مستحيل هتمشي مع الخيط الصوف. يعني بُصّوا ليه ما بتكونش مضبوطة بالذات الإبر الرفيّعة. بُصّوا هتنتش الخيط إزاي وأنا شغّالة. بُصّوا، جزء من الخيط طالع والجزء التاني لأ. أوريها لكم تاني. بُصّوا شايفة؟ كده طبعًا ده هيضايقني في الشغل، وطبعًا الشغل مش هيطلع شكله حلو، الخيط هيبقى متنتش ومش كويس خالص. علشان كده زي ما قُلت لكم كل أمّا نضبّط مقاس الإبرة مع الخيط، كل أمّا الشغل هيطلع أحلى. يعني هنا دي مقاس مناسب أهو. الإبرة سلسة وبتتحرك براحتها خالص في الخيط، ما بتنتش الخيط، ومش حاسة إن في مشكلة وأنا شغالة، يعني حاسة بهدوء في إيدي وأنا شغالة. بعد كده في ده صوف رفيع برضو، بس صوف يعني مش صوف قوي، هو مدي على قطن شوية. ماشي، ممكن يكون في نسبة أكريليك عالية، مش عارفة، بس أنا حاسة إن هو مدي على قطن أكتر. ده برضو ده ممكن استخدم له إبرة مقاس 2 وممكن استخدم له إبرة مقاس 3، بس الاتنين ممكن تنتش. بصوا بقى الخيط ده برضو ده أكريليك، زي القطيفة كده، كأنه قطيفة، بيبقى شكله لطيف خالص في الشغل وكده. اكتشفت مؤخرا ان الخيط ده اللي هو الأكريليك حلو قوي في الدباديب. ده خيط صوف برضو بس فيه جزء بيلمع كده، عجبني خالص، شكله جميل. بينفع برضو في حاجات كتيرة، والخيط ده رفيع فالمفروض ان انا برضو هشتغله بإبرة رفيعة. إبرة مقاس 3، إبرة مقاس 2 حتى هيشتغل معانا. بس أنا بافضّل ال3 علشان الأجزاء اللي بتلمع اللي فيه الكبيرة اللي هو الترتر ده، بيضايقني وأنا شغّالة بإبرة رفيّعة، مش بيرضى يعدّي فبيتقطع. فلو جرّبنا الإبرة الكبيرة هنلاقيها شغّالة ولطيفة معاه كمان، اللي هي إبرة مقاس 3. طيب نتكلّم شوية عن خيوط القطن لإن برضه سمكها بيفرق زي بالضبط الصوف، يعني الصوف فيه سمك كتير برضه نفس الكلام. ده خيط اسمه إليزا ديفا بلس، بيكون تخين شوية. دوت إليزا ديفا عادي متوسط، نفس فكرة الخيوط الصوف. ده إليزا فور ايفر بيكون رفيع أكتر من التانية، برضو لكل واحد إبرة مختلفة. بصوا ده رفعه قد إيه، ده اللي هو الفور ايفر، وده الديفا، والرصاصي ده الديفا بلس. أظن الفرق واضح ما بين كل واحدة فيهم. ممكن بقى رفيع خالص ده نعمل منه مفارش، بيطلع تحفة بجد، يعني الشغل بيطلع جميل خالص بتاعه. أنا المتوسط بحب أستخدمه في الدباديب والعرايس وكل الحاجات دي.
هنا بقى ده خيط اسمه قطيفة أو velvet، بيكون فيه ليه منه أشكال كتيرة، في الشكل الرفيع ده تمام، وفي شكل منه تخين كمان شوية. ده بصوا شايفين عامل ازاي، ده تخين خالص يعني بيبقى حلو قوي لو هنعمل مثلا ايه مخدة او هنعمل حاجة بتبقى لطيفة، حتى الدباديب والعرايس الكبيرة تبقى جميلة فيه. بصوا ده رفيع ازاي، ده طبعا بنشتغله بإبرة غير ده بقى خيط اسمه خيط كليم، في منه مصري في منه مستورد، طبعا ده المصري، بس في منه سمك تخين قوي اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، بيتعب الايد جدا جدا يعني. انت ممكن تعملي منه شنطة، ممكن تعملي منه بوكس، بيطلع تحفة، بس بجد ايدك هتوجعك يعني. طبعا لازم نستخدم له ابرة كبيرة شوية، بستخدم له ابرة 7. ده برضو حلو قوي في الشنط، اسمه سلسلة قطن، في منه سلسلة حرير اللي هو بيكون فيه لمعة سنة، حلو خالص في الشنط وفي البوكسات، بيدي فوليوم حلو قوي للشنطة. في كمان الخيط ده اسمه مكرمية. المكرمية بيبقى جميل برضو، بس مش بحبه قوي في الشنط يعني، هو لذيذ وحلو في البوكسات. برضو لكل واحدة إبرة أو إبرتين مناسبة ليها. الخيط ده اسمه أنا مش عارفة اسمه بصراحة، هو خيط بستخدمه كشعر العرايس، حلو قوي ومريح كمان يعني. في الأول كنت بجيب الخيط الصوف وبقعد أعمله كشعر عروسة، لما عرفت ده بصراحة لقيته أسهل وسريع جدا في الشغل يعني. ال 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 اليقطينة دي أنا كنت عاملاها بالخيط القطيفة الكبير، بصوا شكلها تحفة وبتنجز معايا. ده كمان ده بخيط الكليم اللي أنا وريتها لكم في الأول، وبإبرة مقاس 7، هوريها لكم الإبرة دلوقتي. برضو كنت عاملة الكوسترز ديت بنفس الفكرة ونفس الإبرة ونفس الخيط. الدبدوب ده بالمناسبة موجود على اليوتيوب، هو كنت عاملاه بالخيط اللي قلت لكم زي القطيفة، بحبه قوي في الدباديب يعني، عرفته مؤخرا بصراحة. ده اشتغلته بإبرة مقاس 3. ده الخيط اللي احنا قلنا عليه في الاول الصوفي الرفيع، اشتغلت بيه. ده لسه ان شاء الله هيكمل يكون تي شيرت. بصوا شكلين شايفين الغرزه بتاعته عامله ازاي، حلوه قوي وشيك خالص الخيط الرفيع. اشتغلته بابره مقاس 3. الخيوط القطن بعمل بيها العرايس والدباديب، ده الفينش بتاعها بيكون حلو قوي، وبرده السلحفاه دي موجوده على يوتيوب. طيب تعالوا بقى نتكلم على الابر او كل الادوات اللي انت هتكوني محتاجاها علشان تبداي على طول. دي ابره مقاس 7 زي ما قلت لكم، بتنفع في الخيوط الكبيره زي الكليم والمكرميه وكل الخيوط اللي هي التخينه شويه. تمام، بصوا ده خيط تخين جدا، فطبعا ما ينفعش استخدم له ابره اقل من كده، لو تقدري تستخدمي ابره اكبر اوكي. دي ابره مقاس 6 برضو، بعمل بيها خيط الكليم الرفيع وخيط المكرميه الرفيع والصوف التخين شويه. ماشي يعني ممكن تشتغلي كوستر زي ده بابره رقم 6. في كمان الخيط الرفيع سوري، الخيط ده بشتغله اللي هو القطيفه، بشتغله بابره مقاس 6 او 7، لان اقل من كده ما بتشوفيش الغرز فيه. الإبرة مقاس 5 و4 باشتغلهم زي ما قلت لكم بالخيط المتوسط اللي هو الكلاسيك الصوف. الإبرة رقم 3 باشتغل بيها الصوف الرفيع، تمام، أو اللي هو الأكريليك يعني مش رفيع قوي ومش تخين برضه، تمام. وزي ما قلت لكم ازاي تحددي بقى سمك الإبرة بتاعتك مع الخيط. هنا دي إبرة 2 اللي هي أنا بستخدمها في كل الإيمج رومي بتاعتي بالخيط الديفا القطن. زي ما اتفقنا هنلف بس الورقة اللي بتبقى على الخيط وهنعرف الإبرة المناسبة للخيط. هتحتاجي كمان الماركرز ديت لانها مهم خالص، تعرفني طبعا اول الصف ونهايه الصف. الابر دي اسمها ابر تنظيف، في منها مقاسات زي ما انت شايفه. بتكون حلوه في ايه بقى، لو انت عندك نهايات مثلا خيوط او كده، بالذات الخيوط التخينه اللي زي المكرميه والكليم وكل ده، ما بينفعش مع الابره الرفيعه بتاعه التنظيف، فبنجيب الابره الكبيره لانها بتستحمل، طبعا بتاخد الخيط كله وبنشتغل بيها. في انواع من الابر بتكون خشب، بصراحه مش بحبها لان انا كان عندي منها كل المقاسات واتكسر وما تبقاش غير دول، فهي مش عمليه خالص يعني. في بقى النوع ده من الإبر، دي إبر ستانلس أظن. الإبر دي مقاساتها مختلفة عن المقاسات الألومنيوم، لأن الإبر دي كل ما الرقم فيها كور كل ما المقاس رفع. يعني دي 12، وشوفوا السمك بتاعها عامل ازاي، شايفين ده مقاس كام 12، إنما دي 7 وبصي المقاس بتاعها عامل ازاي. فلازم تكوني عارفة انت هتجيبي نوع الإبرة عامل ازاي. الإبر الرفيعة قوي دي ماما كانت بتستخدمها في المفارش في الهدوم او في الخيوط الرفيعة جدا اللي هي يعني ما بتبانش تقريبا يعني، بس بتدي طبعا فينش تحفة. في كمان الإبر دي بتكون متغطية كده بكفر سيليكون، بتكون حلوة خالص ومريحة للإيد، بس ما عجبتنيش لأنها اصفرت بعد فترة، بقى شكلها مش حلو، بس هي مريحة قوي قوي للإيد. دي بقى عشان أنا بحب الألومنيوم، فبابا ربنا يديله الصحة يا رب عمل لي الجزء ده، بتبقى جامدة شوية بقدر أمسكها منه، ممكن نعملها بالشمع أو ممكن نعملها بالفوم كمان. الإبر دي بقى رفيعة خالص، اسمها إبر كنفا أو إبر تنظيف، ما بستغناش عنها برضو خالص لأنها حلوة قوي لما نيجي نشيل النهايات أو نداري النهايات بالخيوط الرفيعة، ما ينفعش طبعا معاها الإبر التخينة شوية. بس هي دي كل الأدوات اللي انت هتحتاجيها علشان تبدأي كروشيه. ويا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وكمان تعملوا لي فولو على فيسبوك وعلى انستجرام.